مبسوط ان انا عايز اروح ايطاليا، لكن كان لازم اخد ستيب باي ستيب زي ما باخدها في حياتي يعني. كان لازم اطلع الاول دوري زي مثلا فرنسي، بلجيكي، هولندي، وبعدين اروح ايطاليا. لكن طلعت من مصر لايطاليا كانت قفزه جامده جدا، عانيت تاقلم على اللغه، تاقلم مع البلد. الدنيا كانت صعبه طبعا، اللعب هناك قوي جدا، وكنت لسه صغير، كنت لسه في نادي لسه ما لعبتش بالدرجه الكبيره، كنا حوالي سنه بس بلعب كاساسي. فما خد كان يعني الواحد لما بيفرق لازم ياخدها درجات، لكن انا طلعت من مصر لايطاليا مره واحده، فعانيت شويه اول سنتين، وبعدين رحت التجربه كانت الحمد لله كانت كويسه جدا ولعبت كويس، وكنت هروح اياكس خلاص، كنت يعني قاب قوسين او ادنى من نادي اياكس، لكن انتقال وفلوس، وكان نادي اودينيزي عايز فلوس كتيره فما وفقتش، ورجعت تاني اودينيزي برضه ما لعبتش كتير، فرجعت على مصر يعني. فانا مش شايفها تجربه ناجحه طبعا يعني بالاسامي الكبيره، لكن بالنسبه في حياتي انا كسبت منها كتير جدا يعني. حازم، في لحظة صدق وطوال هذه المسيرة أنك قصرت في حق نفسك وكان بالإمكان أفضل مما كان كما يقولون؟ أكيد قصرت في حق نفسي كتير. الواحد عارفة وهو صغير برضه لعيب الكورة مشكلته بياخد حجم كبير جدا وأنت لسه صغير في السن، ما عندكش خبرات، والناس فاهم معاك إن أنت كبير، بس انت في الوقت نفسه انت لسه صغير، عشرينات كلها 20 سنه 20 24، يمكن بتبقى نجم كبير جدا انت عندك 26 27. الكلام ده في الحياه العامه انت لسه صغير يعني، ما عندكش خبرات كتيره جدا، فطبعا الواحد بيبقى فاكر ان هو فاهم كل حاجه، لكن عامه بتبقى الواحد لسه صغير. الواحد قصر كان ممكن ابقى احسن من كده بكتير، كان ممكن اتمرن احسن، كان ممكن انا بلعب لغايه دلوقتي يعني. بشوف لا الواحد قصر كتير فعلا، بس هي الحياه بتاخد الواحد الشهره النجوميه، وان انت صغير وعايز تعمل كل حاجه في وقت واحد. لما بتيجي دلوقتي تفكري كان ممكن اجي على نفسي اتمرن اكتر شويه، كنت لازم ازود مثلا حاجه معينه في الكوره اكتر شويه. هو زي ما بقول لك دايما الواحد وهو صغير ما بيفهم كل حاجه ومش مدرك كل حاجه، وبيبقى فاكر ان هو فاهم كل حاجه، لكن لا طبعا اكيد الواحد في نفسه. انا شايف عن نفسي كان لازم اتمرن احسن من كده واركز في الكوره اكتر يعني. انا بحب الكوره جدا، شايف ان انا كفايه المهارات او الفنيات اللي عندي هي تغني كل حاجه، لكن لا لازم في عوامل تانية كتير كانت ممكن تساعدني ان ابقى احسن كمان من اللي انا يعني وصلت له. الحمد لله شيء طبعا انا وصلت ليه، لكن كان ممكن ابقى احسن من كده كمان. الواحد برضه خد من الكوره حاجات حلوه كتير الحمد لله، وخدت اكتر ما استحق، فهي بتبقى دايما حاجه قصاد حاجه. شو اكتسبت من الكوره؟ لا كتير قوي، ان انا معاكم هنا دي حاجه من الكوره، انا ابقى في الجزيره في كاس عالم دي حاجه بسيطه يعني. انا بقول لك ان الكوره ادت الواحد طبعا شهره ونجوميه وفلوس، حب الناس، الحاجات دي كلها. في ناس ملايين عشان الناس تعرفها، في ناس بتدفع ملايين عشان تحاول الناس تحبها، لكن الكوره بتديك الحاجات دي لله في لله يعني. طول ما انت وانت بتلعب كل يوم بتبان في الكاميرا، والناس بيبقى عندها تفاعل معاك. لا الكوره طبعا يعني ادتها جدا الحمد لله يعني، خاصة حب الجماهير الزملكاوية والجماهير المصرية عموما. الحمد لله، يمكن دي أهم حاجة، أهم من فلوس وأهم من شهرة وأهم من كل حاجة. الناس تحب البني آدم، وأهم حاجة إن تبقى محبوبة على المستوى الشخصي، مش بس في لعيبة كتير كويسة لكن ما تبقاش محبوبة. في ناس تقول لك أنا لعيب كويس لكن ما أحبوش، ممكن يشوفوه في حتة يقولوا لا ما بحبش الراجل ده مع إنه لعيب كويس. في فرق إن أنت الناس واحنا في اي تيجي يسلم عليك وده يبقى قلبه وعايز يصور مع يجيب ولاده، وده بيبقى حب من عند ربنا، لا عمرك شفته ولا عمري شفته ولا هشوفه ولا في حاجه، لكن هو جاي ومثلا بيمشي بتاع 10 15 متر جاي عليك مخصوص ويقول لك انا بحبك في الله يعني. دي حاجه زي ما اقول لك هي دي حاجه في الكوره بجد، ان بتخليكي الناس تحبك وتفتح لك ابواب كتيره جدا. ويعني الواحد هو بيلعب ما كانش مدرك الكلام ده، لما بالكوره ادركت فعلا الكلام ده، ان الواحد مش لازم يبقى لعيب كوره كويس، لا كمان يبقى شخصيه كويسه في الملعب، ودي الحق عملتها وانا بلعب يعني الحمد لله. يعني هنا الجو حلو جدا، حلو، الحياه البريه جميله جدا، بس عايزين نشوف بقى الوايلد انيمالز بجد والحاجات الكبيره دي، الحيوانات على طبيعتها.
عندكم حاجه في سفر النجوم؟ في سفر النجوم يستضيفك كابتن حازم في جولة في محمية بيلينسبرغ، محمية الفيلة. شو رأيك أنك تطلع على ظهر فيل وتعمل لفة في الغابة وتشوف الحيوانات؟ لا والله. يلا جربتها هيك؟ لا عمري، شو بشوف في الافلام في بانكوك وبتاع. يا ريت يلا نشوف الموضوع ده، حلو ده. يلا.